صحيح ان مش كل الناس كان ليهم الحظ في وجود اب كويس وعظيم، لكن اللي ما فيهوش شك ان اي اب كان عظيم كان عظيم بجد. لو كنت من سكان محافظة المنيا في جمهورية مصر العربية غالبا هتكون سمعت عن استوديو عم عماد سمير. عم عماد عنده استوديو تصوير فوتوغرافي، الاستوديوهات القديمة الجميلة اللطيفة دي بتاعت فترة الثمانينات والسبعينات والتسعينات. استوديو جميل، اي عريس وعروسة بيروحوا عشان قبل ما يروحوا للفرح المكان الفرح بيعدوا على الاستوديو، بيتصوروا هناك في الاستوديو وياخدوا الصورة، العروسة قاعدة والعريس واقف جنبها والانماط اللي كلنا شفناها. عم عماد سمير تقريبا هو اللي مصور 3/4 الناس اللي اتجوزت فترة الثمانينات وفترة التسعينات. راجل مشهور جدا، راجل لطيف جدا، راجل في قمة الجمال وفي قمة الرقي يعني. لكن مع الحداثة اللي حصلت ومع التطور اللي حصل بدأ العرسان والجيل الجديد اللي طالع ما بيتصورش في استوديو فوتوغرافيا، بيجيب مصور يعمل فوتو سيشن بكاميرات حديثة وكده، كاميرات اللي هي الديجيتال الجديدة. ده قلل شوية من فرص الشغل بتاعت عم عماد سمير. الرزق طبعا بايد ربنا وكل حاجه، بس الراجل زي ما تقول برضو لسه جواه شعله انا عايز اشتغل. يعني انا ما بقتش دقه قديمه، انا عايز اشتغل اكتر، يعني عايز اتطور وعايز اشتغل اكتر. عم عماد عنده ابنه اسمه مينا عنده 20 سنه او 21 سنه، ومينا بيحب التصوير بس بقى على جديده مش على قديمه زي والده، فبيحب يصور جدا جدا وبيصور بينزل يصور افراح وكده. بس مينا كانت عنده مشكله كبيره شويه، هي ان هو لما بيصور الصور ما بيحبش يعمل عليها اديت. اللي تصوروا او اللي بيحبوا التصوير كده يكونوا فاهمين المعنى ده. اديت انك انت تشتغل على الصور بالفوتوشوب عشان تداري العيوب اللي في الصور وتطلعها بكواليتي عاليه يعني. مين ما بيحبش يعمل كده؟ انا بصور بالكاميرا الديجيتال بتاعتي، وانت يا عم اللي جاي تصور عندي او اللي جايين تصوروا عندي او يا اصحاب الفرح يا اللي انا هصوركم الفوتو سيشن بتاعكم، خدوا الصور زي ما بتطلع. انا لا هعمل اديت ولا بحب اعمل اديت ولا اعرف اشتغل على فوتوشوب. فعم عماد لانه اب مصري جميل ولانه راجل محترم ولانه لسه برضه عنده حته ان انا عايز اشتغل وعايز اطور من نفسي، حاول يخلي يا ابني حاول تطور من نفسك، اشتغل على البتاع ده الايديت هيكسبك اكتر، الصور هتطلع منك احلى، الفوتوشوب هيبقى احسن. يا بابا لا انا ماليش خلق للكلام ده وانا مش عارف ايه، كان رافض تماما مينا يعني. فقرر الاستاذ عماد الراجل الجميل العظيم اللطيف ان هو يسافر من المنيا للقاهره ويقعد في القاهره يستقر من غير ما يقول لاي حد، يستقر لمده 3 شهور كاملين متواصلين عشان ياخد كورس في الايديت وفي الفوتوشوب. انت متخيل؟ طب انت بتعمل ليه كده يا عم عماد؟ قال لك عشان اساعد مينا ابني، عشان لما هو يصور انا اعمل له الايديت. انا عايز شغل ابني يبقى احسن، انا عايز شغل ابني يبقى منور، انا عايز شغل ابني ما يبقاش ناقصه اي حاجه. طب انت ربنا يديك الصحه وطول العمر، انت راجل كبير قوي في السن، ربنا يديك الصحه، بس انت لسه عندك فرصه انك تتعلم. اتعلم ايه يعني؟ مش فيها نفس اتعلم، ايه المشكله؟ عم عماد بيقول في حوار مع الصحفيه داليا اشرف موقع القاهره 24 ان انا كنت في قمه السعاده وانا موجود بتعلم مع عيال صغيره في سن اولادي الكورس ده، وكنت في قمه السعاده وانا كنت بذاكر وبدرس الكورس بمنتهى الشغف لحد ما طلع الاول حتى على المجموعه اللي هو كان بياخد معاها الكورس يعني. وكان في قمه السعاده اكتر واكتر لما رجع من ال3 شهور اللي محدش كان عارف هو مسافرهم ليه للقاهره عشان يفرح ابنه مينا ويقول له تعالى انا جاي عشان اكملك الحته الناقصه اللي فيك، وعلشان اكبر لك شغلك، وعلشان ابقى في ظهرك وساندك دايما. وهو يا بنتي ينفع، هو بيقول كده للصحفيه داليا اشرف، وهو يا بنتي ينفع ان في اب يشوف ابنه محتاج حاجه او بايده ان هو يساعد مع ابنه في حاجه او يزق مع ابنه في حاجه ويكسل او يقصر؟ لا والله، ده لغايه اخر نفس هفضل ازق في ابني وافضل ادعمه. الكاتب جان جاك روسو بيقول من لا يستطيع أن يقوم بواجب الأبوة كما يجب أن يكون لا يحق له أن يتزوج أو أن ينجب أبناء. لو مش متأكد أنك هتكون أب سوي يبقى بلاش من أساسه خطوة الجواز اللي هيترتب عليها بنت ناس وولاد ناس هيتمرمطوا معاك بكرة وبعده على الفاضي. لو كنت ابن ملكش حظ في أن يكون ليك أب سوي وسند، خليك أنت نفسك بكرة وبعده الأب السند السوي لولادك لما تخلف. ولو كنت بنت وكان بينك وبين والدك مفيش مساحة للتفاهم ولا للود، اختاري لولادك بكرة وبعده زوج يكون ليهم أب مثالي وسوي وفي بينهم وبينه مساحة التفاهم وود. صحيح ان مش كل الأبهات ملايكة، بنشوف نماذج عنيفة ونماذج قاسية ونماذج بتبعد عن ولادها، بس ده مش في المطلق. النسبة الأكبر ان الأب هو أول صديق لابنه وأول حب لبنته، أكتر حد هيحبك وهيقف جنبك وهيساعدك بدون مصلحة إلا مصلحتك،
والوحيد اللي في الدنيا هيتمنى انه يشوفك احسن منه هو والدك. مفيش مكان بينام فيه الطفل بمنتهى الامان الا في غرفة والده، سواء كانوا وسطنا او لا. احنا هنفضل لغاية ما نموت عايشين بخيرهم وفي خيرهم. ربنا يرحم والدي وكل اب متوفي ويرزقهم الجنة، ويديم نعمة الصحة على كل الابهات اللي موجودين وسطينا، ويشفي كل اب مريض.